كل نادي وله بداية، إلا الأهلي كانت بدايته بطولة في زمن كانت فيه الكرة مجرد لعبة للنخبة. الأهلي دخل يغير القواعد، وده كان أول كاس في دولاب الملك. يلا نحكي. بعد تأسيس النادي الأهلي سنة 1907 قرر يشارك في بطولات رسمية، وأول فرصة حقيقية جت سنة 1923 لما الأهلي قرر يدخل بطولة كأس السلطان حسين، بطولة بتنظمها سلطات الاحتلال الإنجليزي، وكانت بتضم أندية مصرية وأجنبية، بس الأهلي كان داخل بقلب أسد. سنة 1924 كانت لحظة تاريخية. الأهلي قدر يوصل للنهائي، كان قدامه نادي قوي جدا، كان السكة الحديد، وفي مباراة نار الأهلي فاز وحقق أول بطولة رسمية في تاريخه، كأس السلطان حسين سنة 1924. وكان الفريق وقتها بقيادة الكابتن مختار التتش، اللي أصبح بعد كده أسطورة من أساطير النادي الأهلي. الحدث ده كان كبير جدا، مكانش مجرد فوز بكاس، دي كانت أول مرة نادي مصري يمثل شعبه ويفوز ببطولة ضد فرق أجنبية وقت الاحتلال، وده خلى الناس تحب الأهلي أكتر وتشوفه نادي الوطن ونادي الشعب. من هنا بدأت قصة المجد، كاس ورا كاس، بطولة ورا بطولة، والأهلي بقى رمز البطولات والتاريخ. وكأن الكاس الأول ده كان وعد ببداية أسطورية مش هتنتهي، ودي كانت أول بطولة في تاريخ نادينا العظيم. بس الحكاية لسه طويلة. في الحلقة الجاية هنتكلم عن أول قمة نارية جمعت بين الأهلي والزمالك، وحكايات بدأت منها أكبر منافسة في تاريخ الكرة العربية. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة، لأن التاريخ لسه بيحكى، وفي النهاية الأهلي دايما في القلب. سلام. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة، لأن التاريخ لسه بيحكى، وفي النهاية الأهلي دايما في القلب. سلام.